ما تيجي اقول لك هي فكرة بنناقش فيها ازاي. واول ازاي معانا هي ازاي تكون سبيكر كويس، متحدث جيد قادر يعرض فكرته بإلقاء جيد للمستمعين من خلال النقط التالية. يلا بينا. 1. التناسب، هو أن يتناسب كلام المتحدث مع المكان والمستمعين، بل أكثر من ذلك أن يتناسب المتحدث نفسه مع الصورة الذهنية والبصرية اللي بيكونها المستمع. 2. الإتقان، هو أن يلم المتحدث بموضوعه إلماما شديدا ويحضر له تحضيرا جيدا مع عرضه بأعلى جودة ممكنة. 3. الخلو من اللازمات، وهو عدم تكرار لازمة إلا لغرض أو قصد، سواء كانت صوتية أو بصرية أو حركية، وده زي تكرار كلمات بعينها. طيب لو أقول لك أو حركات معينة زي إن المدرس مثلا يبقى باصص في السقف بدل ما يبص للطلبة. 4. التقليل من البهرجة بالحد منها قدر الإمكان، سواء على مستوى الكلام أو الشكل أو اللبس أو البرزنتيشن نفسها، اللي هي مهما كانت قوية مش هتكون أقوى من المتكلم نفسه مصدر توصيلها للمستمعين. 5. رعاية الوقت، وهو أن يحسن المتحدث توزيع كلامه على وقته افتتاحية ومتنا وخاتمة، وإذا أحس أن الوقت سيسبقه أو سيسرقه ألقى كلامه بحسب الأولوية، فإذا انتهى الوقت فاوعى تقول للمستمعين لسه عندي كلام. 6. الاهتمام بالضحك، وهو أن يحسن المتحدث وضع الإفيهات أو الألاشات داخل كلامه بما يدفع الثقة للحديث ولا يجلب الملل. ومن أشهر مستخدمي ده طبعا الجاحظ في كتبه، وهنا هتلاقي نقطتين ساخرتين الشاطر يطلعهم. 7. مداومة التعلم، هو أن يحرص المتحدث على مداومة الحضور للمحاضرات والندوات والدورات التي تسهم في ترقية مهارات الإلقاء لديه. أخيرا أتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. كنتم مع مصطفى حسين.